روسيا من كام يوم اتعرضت لأقوى ضربة عسكرية في تاريخها الحديث، هجمة شبه الهجمة اللي كانت السبب في دخول أمريكا في الحرب العالمية الثانية. فتعال أقولك اللي حصل بالظبط. أوكرانيا من كام يوم هربت طيارات مسيرة صغيرة جوه شاحنات عادية جدا، شاحنات أو احنا زي ما بنقول تريلات، دخلت أراضي روسيا بشكل طبيعي جدا. السقف بتاع الشاحنات دي كان بيتفتح إلكترونيا من على بعد، ولما جت ساعة الصفر فجأة وفي عز الليل والناس كلها نايمة، الشاحنات دي وقفت على جنب الطريق، والأسقف بتاعتها بدأت تتفتح لوحدها إلكترونيا، وطلعت منها عشرات المسيرات الأوكرانية، واللي طبعا مزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة جدا. المسيرات دي أول ما خرجت من الحاويات أو الشاحنات حددت أهدافها بمنتهى الدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي طبعا، والمسيرات دي تم دمجها مع الأقمار الصناعية. انطلقت المسيرات في أسراب منظمة بدون ما حد يشوفها أو يعترضها، عشان تضرب أهم 4 قواعد عسكرية روسية في نفس الوقت، والنتيجة كارثة عسكرية بكل المقاييس. تم تدمير أكثر من 40 طيارة روسية استراتيجية واتحرقوا بالكامل، كل ده والطيارات واقفة على أرضها في المدرج، منها قاذفات نووية زي تيو 95 وتيو 22 اللي روسيا بتعتمد عليهم في ضرب المدن الأوكرانية. وكمان دمروا طيارة الإنذار المبكر واللي هي A50 واللي بتعتبر عين روسيا في السماء. الخسائر تخطت ال2 مليار دولار في حوالي من 5 ل 10 دقايق. والموضوع بالنسبة لروسيا مش خسارة مادية، لا، دي تعتبر خسارة لمجهود موسكو الحربي. وعايز اقول لك ان القاذفات اللي اتحرقت دي مش مجرد طيارات عادية، ده جزء من الثالوث النووي الروسي، واللي روسيا بتستخدمه في استراتيجية الردع النووي بتاعها، وده بيضمن توازن الرعب في العالم من وقت الحرب الباردة. يعني بمعنى أصح ونظريا ده تهديد مباشر لقدرة روسيا على توجيه ضربة نووية. وعايز أقول لك إن في العقيدة العسكرية الروسية ده خط أحمر، وده ممكن يخلي بوتين يستخدم أسلحة نووية تكتيكية ضد أوكرانيا كنوع من الانتقام وفرض القوة والسيطرة.